حطوه في الحد الفاصل ما بين الحيطه الحجريه والسقف الخشب، وده كان اول شكل بدائي للكورنيشه الداخليه. الكورنيشه الداخليه ما كانتش اختراع تجميلي بس، دي ظهرت كحل ذكي لمشكله انشائيه وبصريه داخل الفراغ اليوناني. في البيوت اليونانيه القديمه كانت الحوائط من الحجر والسقف كان من الخشب، فكان دايما كان في مشكله في العلاقه او التقاء الحائط الحجري مع السقف الخشبي. المنطقه دي كانت اكتر عرضه للشروخ، وكانت نقطه ضعف بصريه، وكانت كمان بتلم رطوبه. فعملوا ايه عشان يحلوا المشكله دي؟ جابوا شريط حجر حطوه في الحد الفاصل ما بين الحيطه الحجريه والسقف الخشب، وده كان اول شكل بدائي للكورنيشه الداخليه. كانت الوظيفه الحقيقيه للكورنيشه الداخليه اخفاء العيوب الانشائيه وامتصاص الحركه. الكورنيشه كانت بتغطي اختلاف المناسيب، وكانت كمان بتخفي التقاء خامات مختلفه عن بعض زي الحيطه الحجريه والسقف الخشب، وكان كمان بتعالج عدم استقامه الحيطه، لدرجه ان في بعض المباني كانت الكورنيشه عريضه قوي عشان تداري فرق المناسيب او التعرج اللي موجود في الجدار الحجري. تاني وظيفه للكورنيشه الداخليه كانت امتصاص الحركه. السقف الخشبي كان بيتمدد او بينكمش على حسب الجو ودرجه الحراره، فالكورنيشه اشتغلت كنقل حركه مرن عشان الحركه دي اللي كانت بتحصل من تمدد وانكماش ما تنتقلش للجدار الحجري فيحصل فيه شروخ. ثالث وظيفه للكورنيشه الداخليه كانت التحكم في الضوء. الكورنيشه الداخليه كانت بتعمل ظل خفيف، خط افقي يريح العين، وده كان بيخلي الفراغ متزن ويبان اكنه عريض شويه. بعض المعابد كانوا بيسيبوا فراغ ما بين السقف والكورنيشه كان بيدخل نور من غير لما حد يعرف ايه المصدر بتاعه. بعد كده الكورنيشه اتحولت لعنصر نسب، اداه تقسيم بصري. اليونانيين كانوا حريصين جدا ان ارتفاع الكورنيشه تكون مناسبه جدا مع ارتفاع الجدار. تفاصيل الكورنيشه الداخليه تكون ابسط من تفاصيل الكورنيشه الخارجيه، ودايما كان في علاقه كانوا محافظين عليها، علاقه الكورنيشه الداخليه بالبانوهات. الكورنيشه الداخليه كانت دايما بتقفل على البانوهات من فوق عشان تدي نظام بصري متكامل، وكان اطار نهائي للجدار. يعني الجدار عندهم كان بانوهات، كورنيشه، سقف، ما فيش عنصر منفصل عن التاني. الكورنيشه الداخليه ما كانتش رف للزخرفه، ده كان خط ذكي بيفصل بين حركه السقف وثبات الحيط، وحول نقطه ضعف لنقطه جمال.